طرد بطل الفنون القتالية حبيب نور محمدوف من الطائرة لسبب غريب، إذ تعرض لحادثة طرد من رحلة جوية كانت متجهة إلى لوس أنجلوس لدعم فريقه UFC في بطولته. ووفقا لما نشره حبيب عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، فقد كان السبب وراء الطرد هو تصرفات مضيفة الطيران التي اعتبرها وقحة جدا. حبيب أوضح أن الحادثة وقعت مع شركة فرونتر إيرلاين وليست ألاسكا إيرلاين. بينما كان حبيب يجلس بالقرب من باب الطوارئ، تقدمت منه المضيفة وطلبت منه المغادرة من مكانه الذي يجلس فيه، إذ أن مقعده بالقرب من باب الطوارئ، لأنها لم تكن مرتاحة من شكله. حبيب ملاكم شيشاني مسلم، حيث أصرت المضيفة على إبعاده وطرده من مقعده رغم تحدثه الإنجليزية بطلاقة وفهمه لكل شيء. بعد محادثة قصيرة اتصلت المضيفة بالأمن وأخرجوه من الطائرة، ورغم ذلك استقل حبيب طائرة أخرى للوصول إلى وجهته بعد ساعات قليلة، مؤكدا أنه بذل قصارى جهده للبقاء هادئا وعدم الاستسلام للاستفزاز. وختم منشوره قائلا: أعتقد الناس بحاجة إلى أن يكونوا أكثر لطفا. يذكر أن حبيب نور محمدوف البالغ من العمر 36 عاما خاض 29 نزالا احترافيا في مسيرته، لم يتعرض لهزيمة واحدة في أي من نزالاته. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، فياسمين فرج تقول: هذه عنصرية مقيتة ولا نعلم متى ستنتهي. وفي تعليق آخر مرزوقة العريبي تقول: إذا مقعد الطوارئ متاح للحجز وهو حجز قبل ما يحقوه، دي مشكلة شركة الطيران. ونسيبة عز الدين تقول: هذه ليست المرة الأولى التي يتم التعامل فيها المسؤولون بعنصرية، ويجب محاسبة كل إنسان عنصري، فكل البشر سواء لا فرق إلا بالتقوى.